أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذا العام الجديد عام 95 يسرني أن أقدم للجمهور الحبيب مجموعة من القصائد الشعبية الجديدة للشاعر اليافعي المعروف شيخ محمد الخالدي، والشاعر الحمري أحمد محمد الصنبحي، والشاعر الحاشدي عبد الله الصالح العلفي. وهذا الشريط يحمل رقم 99 وهو مهدى الاستريو شمسان، جدة باب شريف، المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع تسجيلات معرض ثمود، السوق الطويل، عدن، الجمهورية اليمنية. وشكرا الفنان حسين عبد الناصر السعدي. أبو قيس حظ أحفاد حمير وتبع، غالبوا قيس حظ أحفاد حمير وتبع بالفريق الذي خصمه خضع له طاعة، لقنه درس واجتاز العلم والمطلع والعريد عن الدقة ودمر غلاعه. هذه القصيدة من كلمات الشاعر الحاشدي عبد الله الصالح العلفي، وهي مرسلة للشاعر اليافعي شيخ محمد الخالدي، يغنيها حسين عبد الناصر السعدي. غلبوا قيس حظ أحفاد حمير وتبع بالفريق الذي خصمه خضع له وطاع. غلبوا قيس حظ أحفاد حمير وتبع بالفريق الذي خصمه خضع له وطاع، لقنه درسي واجتاز العالم والمطلع والعريد على الدقة ودمر غلاعه. وغر الشعب منطاق وتنكل وروع، والسباح المحارم دون أدنى وراعه، رغم حجم التامر قيد الشعب بدع، في فنونك تسح المنفصل واغتلاعه، واصبح الانفصالي باب سيدي يصكع، خيب الله ظنه تمها بالمياع. يصبح الانفصالي باب سيدي يصكع، خيب الله ظنه تمها بالمياع، خر ساجد لسيدي والدموع أربع بعد ما كان في أرضه جبل من يلعه، ما علينا تجازى بالذي كان يصنع، ما من أعماله إلا موبغة الفضاء. انتصرنا بفضل الله وغايد تمتع بالشرف والشهامة والوفا والشجاعة، حسن أمره وعن كل الصغير ترفع، عد غريب السياسة عسكري في نزاع، لم تلد مثله أو نشاء أو ترعرع، في ربوع الوطن طوله وعرضها اتساعه. لم تلد مثله أو نشاء ترعرع، في ربوع الوطن طوله وعرضه اتساعه، وابن الأحمر بدور الشحم له مسفع، وقفته كانت الفيصل لدحر الجماعة، وابن الأحمر بدور الشحم له مسفع، وقفته كانت الفيصل لدحر الجماعة، مثل ما نعهده شيخ المشايخ وأرفع،
مثل من سجلوا تاريخهم بالمناع معدنه كل ما طال الزمن زاد يلمع تشهد افعالهم بيد الوضع والواقع كيف لو غاب ابو صادق ولو لم يقل مع كان يمكن ضبع الغابة تاكل سبع من تعود على الجودة ومنها تشبع ما يبالي بحجم التضحية في دفاعه كيف لو غاب ابو صادق ولو لم يقل مع كان يمكن ضبع الغابة تاكل سبع من تعود على الجودة ومنها تشبع ما يبالي بحجم التضحية في دفاعه شيخنا ثق بأن ضمن دربك سنتبع طالما انك مشرفنا في يرجع الصيغة فوق ما قد دافعنا من ضرائب سندفع في سبيل الوطن بنرخص اغلى وضاضع وانت يا هاجسي بادر في الحال وابدع واسأل الخالد عن وضعنا وانطباع كيف الاحوال من بعد احوال ويانا تفجع ونتائجها لو فت بالروضة والغنى وانت يا هاجسي بادر في الحال وابدع واسأل الخالد عن وضعنا وانطباع كيف الاحوال بعد اهوالي ويانا تفجع والنتائجها لو فت بالرضا والغناعة واخبره ظله الرامي اذا طاف في الاربع ربما كبوته يشفع لها طول باعه غير دي لا طاول باعه ولا طاعي ينصع اين وضعه يضع بين الرفد والشواعه انتظرنا وعود السرين الحسم مرجع ما غده منها رجع ومد يعدوا براعه ما الفرس ما الضرر ما يغتنسها في وخدع انتهت من ضميره الفته والوان ما الفرس لا الضرر ما يغتنسها في وخدع انتهت من ضميره الفته والوداع سهل غد ما لها الا الهندي وانا المرصع تستجير المنايا من بواعيد شعاع ما هل احترت في امري لما اشوفي واسمع من تناقض مواقف بلوز وانطباع ما هل احترت في امري لما اشوفي واسمع من تناقض مواقف بلوز واندفاع بعد ما الحال فرض بالقميز والمضلع لا نبول اوزاه القاسي ولا نت طباعه ما الذي جود وغير من طباعه والمسرع يترأتى بأم هذه خدع من خداع كان للأمس في خندق حبيغي وقعقع بينما الآن هجمهم وشمر ديرا كيف افسر سلوكه حين المكان يبرع مستمد قوته من قلبنا المشاع كم تغنى بهم
وانشدوا كم كان يسجع فالمنابر وعبر التلفاز والإذاعة. كنت غنى بهم وانشدوا كم كان يسقع فالمنابر وعبر التلفاز والإذاعة. أي تفسير يغنى غير إنه ما غنى غسل الله طمع بقع ورزق الخناعة. يا عزيزي نصحتك قبل تهوى وتوقع لكن اغمورت من نصحي ووسع الطلاعة. قلت لك تحذر ابن المولى عيلة مولى بيبيعك مقابل سعر بوري مداعة. فرطوا في دينك من سباع مربع يبدعوا بالمهري وانتهوا بالفراعة. مو خدع بالسراب اصبح مسيع مضيع الحشايب تالي والراس يزمي صداعة. مخدع بالسراب اصبح مسيع مضيع الحشايب تالي والراس يزمي صداعة. احصد الآن محصولك بما كنت تزرع لا تاخذ خير غيرك عند حصد الزراعة. ما بلعته تفوق ارقام الحد فاشبع سهل الشعب مزقوط فردوك غناعة. ما بلعته تفوق ارقام الحد فاشبع سهل الشعب مثقل خلي عندك غناعة. اتقى الله يكفي شاب راسك وصلع ما تتشاهي وانت بعدها يا رضاعة. يكفي اللعب بالحبل لمنزل ومطلع عدل الغاب يا له ميزاني وفيك صاع. بتلومك غبايلنا عوالق ويفع والنكف بايغ من موديه لا شبع. اهلي يا فع غبايل تعرف الحق وترجع لا تخالف عوائد لساختها يطع. يا فيع غبائل تعرف الحق وترجع لا تخالف عوايد رساختها يوفع. داخل طابي وما باقي في البال يتبع لولي باطلعه من بحر ملقوق غاع. مكرمه الذي يقرا خطابي ويسقع بالغلان يجزي الصاقي لحسن استماعه. والامل ان يرمم شعبنا ما تصدع ترك ثغرة خلل يمكن تسبب ضياعه. نحن في معركة وضع اقتصادي مضعضع لابد ان ندرك بعاده ونحسن صراعه. والامل ان يرمم شعبنا ما تصدع ترك ثغرة خلل يمكن تسبب ضياع. نحن في معركة وضع اقتصادي مضعضع لابد ان ندرك ابعاده ونحسن صراعه.
فيه مؤدي ورا الأسوار لازال يقضع منتظر يوم تقسيم اليمن وابتلاع فيه مؤدي ورا الأسوار لازال يقضع منتظر يوم تقسيم اليمن وابتلاع لن يكن لن يمل قطعا وهيهات يقنع سوف تبلغ به اطماع حدود البشاعة قوته في تفككنا وضعفين يجمع حينها نستطيع القول خبيث مساعة بيطول انتظاره واليمن لن يزعزع لو معه ما معه والوقت ساعة وهذه ساعة الزمن ما يعاهد حد ولا حق تضيع طالنا عليه مطالب بايت من انتزاعه لهنا وقت مبياتي بذكرى المشفع من لنا غير بالقاسم بيوم الشفاعة لهنا وقت مبياتي بذكرى المشفع من لنا غير بالقاسم بيوم الشفاعة من لنا غير بالقاسم بيوم الشفاعة من لنا غير بالقاسم بيوم الشفاعة. أبو لوزة البداع خلوني أقطع قال أبو لوزة البداع خلوني أقطع يد أبو غيث عبد الله وبكسر نخاعه قبل لا أموت والعل في مكانه بيربع بعد موتي خسارة لو بغي نصف الساعة. هذه القصيدة هي من كلمات الشاعر الشيخ محمد الخالدي وجواب على الشاعر عبد الله الصالح العلفي. قال أبو لوزة البداع خلوني يقطع يد أبو غيث عبد الله وبكسير نخاع قال أبو لوزة البداع خلوني يقطع يد أبو غيث عبد الله وبكسير نخاع قبل لا أموت والعول فيما كان بيربع بعد موتي خسره لو بيضي نصف ساعة قلعة خير من طول الحياة المقعقع ما مع الشعب ولا في حياة نفع فيسبب ضرر لأهله وإلى الشعب أجمع بالتحدي وبالحرق الغدر واللكع أين حطيت نفسك مغفل وأدوع وفي مكانك وخليك الهبل والدواع اعرف الخالدي من وانت من يا المصروع خلي مسكين غطى نفحته في غصاع. اعرف الخالدي من وانت من يا المصروع خلي مسكينة غطى نفحته في غصاع والفقيه المطب الخير يسكت ويهجع ما يناطح جبل بما لديها استطاع مثل الشامخ زامر دي حوله النار تقدع أين أبو غيث من حجمه وطوله وارتفاع ما انت في مستوى أبو لوزة الهام الأغرع بيهز الجبل الأنصب وزعاز وعا لا معك راسه تنطح به ولا قرن يردع خلي نفسك بعيدا ياك خلى الخجاعة
اعرف ان والدك غابلك بين عواتي ربع، ولك اخوالي في نعوه تعز والربع. ما انت من آل بلا احمر ولا بيت الاكوع، لا ولا حاشديك لا ولا من ضلع. ما انت من آل بالاحمر ولا بيت الاكوع، لا ولا حاشديك لا ولا من ضلع. لان حاشد رجالك وعدات تقطع وتمنع، ما بهم اي واحد بس ضدي شاع. وانت من عند عقلك يا مسكين وحده، قصدك انك تسويني هدف للصعب. ما انت وحدك فقط دي تعتبرني مغنى، مبتلي في طمع بقع ورزق الخناع. عاد في ناس يا ابو قيس مثلك غرنبع، كل واحد بقى بعيبه وجبه غرع. انما الكذب والتضليل قد ما بينفع، يعرف الشعب ابو لوزه ويعرف صراع. من 30 عام اطلق رصاصين وفرغع، رافع الراس علي ما طرحته بغاع. من 30 عام اطلق رصاصين فرغع، رافع الراس علي ما طرحته بغاع. ناوي الحزب والحكام مصرع بمصرع، قلت مري كما كيل العسل من كراع. ما حمل بول وزباطل ولا طاح يخضع، والقشع موت عودنا الطمع والقشع. قبل والآن ما بخضع ولا بتضرع، ما تقول لا ابو لوزه ولا نطبع. ايش دي باي خيفني ومن ايش بفزع، طالما الشعب يعرفني باني دفاع. كل شاعر بيشهد لي وبالعاشر وقعوا بعد ما كل نوصل له غناعه. والفريق الموقر بو حسن ما ترجع، زاد مشكور يمنحني وسمع الشجع. والفريق الموقر بو حسن ما ترجع، زاد مشكور يمنحني وسمع الشجاع. شاعر الشعب مالي من حوضه وجعجع، قد غرقنا لجعجع درسي قبل اغتلاعه. مبدأ ذاك ما تغير ولا بتوقع، اني انحازل من خالي الشعب وباعه. مبدأ ذاك ما تغير ولا بتوقع، اني انحازل من خالي الشعب وباعه. والهدف وحداوي من يوم عدك بترضع، قبل يبني لها مصنع وزير الصناعه. وانفصالي سارح والخالدي ما تورع، قبل صوت البرن يدوي وبعد انقطاع. كنت الاول مع من شلين عشا وشيع، والمودع له الاول باخر وداع.
والذي ما حضر في الاجتماع الموسع مثل ابو غيث ذي مفقود ينعي ضياعه. والذي ما حضر في الاجتماع الموسع مثل ابو غيث ذي مفقود ينعي ضياعه. ما سمعها لدبابه ولا صوت مدفع ما معه غير يتمشدق باسم الجماعة. حسبك الله يا قلب بابا عم ينوع لين من سوق تقلب مثل هذه البضاعة. واللي ينتبه يتغير تسرعه وفي ساعة تمدح الغايد الأعلى وترفع مساعة. وانت أول ناس ارتاه مثل صدام وشوع أرهب الشعب والجمهور بالله وراعه. احتغرته وثمنته بغرطة صنعنا عادي بدعاك معي لو حد يريد استماعه. والوظائف كذلك والتفرق ووزع الوظائف على اخوانه وديهم تباعه. بينما الحزب الساعة تلوكه وتبلع بعدين نهار تدغاله وطوى شراع. ما ذكرت انه اشفع بك وعزك وشبع حينما جيت متسول سنين والنجوم. بينما الحزب الساعة تلوكه وتبلع بينما نهارت الخلوط وشراع. بينما الحزب الساعة تلوكه وتبلع بعد ما نهارت تدغاله وطوى شراع. ما ذكرت انه اشفق بك وعزك وشبع حينما جيت متسول سنين المجاعة. 15 سنة تاكل وتشرب وترتاح وانت خاضع مع الحزبي بسمع وطاعة. ما ركعنا لحزبي مثل ما كنت تركع عفة الغالب يا ابو غيث حر ومتاعة. ختمها بالنبي ما البرغي المي وشعشع ألف تغشاه ما شون المطر من غزاعة. ألف تغشاه ما شون المطر من غزاعة.